هلو جيرليز. بما ان احنا هنبدأ سنة جديدة، فانا عارفين اليرلي انا ببان لدغة في الراء، بس انا مش لدغة فيها، راء عادي اهو. اليرلي بلانر عملتها لنفسي بجد يا جماعة، انتوا مش متخيلين دي تحفة ازاي. وكتبت هنا بصوا 2026 yearly planner دكتور تقى محمد، وهنا كاتبه آية تحفة، هبقى هحطها لكم في الفيديو في الجزء ده. فرحين بما اتاهم الله من فضله. وبجد بجد انا حاطه ان دي هتبقى الآية بتاعت 2026، ربنا هيكرمني في كل حاجة، وهتبقى الآية دي هي شعار طول السنة، كل السنة، وانا يعني مستبشرة قوي ان السنة دي هتبقى حلوة جدا. طبعا جوايا بجد فرحة وبهجة وبوزيتيف انرجي، ربنا يديمها علينا. وبعدين تاني صفحة كاتبة stay inspired never stop creating yearly motivation. بصوا هي كأنها بجد انا شاريها بالظبط، انا اصلا جبت البي دي اف ده وظبطته زي ما انا حابة وعملته ورحت طبعتها على طول. انا اصلا كنت عايزة اطلب واحدة لان بحب الحاجات دي. كنت عايزه اطلب واحده من شي ان، بس كانت هتاخر قوي، يعني مثلا ممكن تيجي لسه كمان شهر ونص او شهر اقل حاجه، يعني شهر مينيمم. فقلت طب ما انا اعملها. وبصوا عملت الورق ده كده اللي هو الجلاسي اللي فيه لمعه التخين القوي جدا، وبعد كده قلت له كعبها لي وتضافي عليها الغلاف ده، فهتحافظ عليها طول السنه ان هي تفضل معايا، لو وقع ميه اي حاجه مش تتبهدل يعني. فاول صفحه دي واخر صفحه هما اللي تقال كده، الباقيين بقى مش عاملاهم الورقه دي عشان اعرف اكتب بقى. فانا هوريها لكم دلوقتي، هو بجد خطيره قوي وخطيره يعني، انا مبسوطه بيها جدا. بعد كده الاسم، الرقم، ايميل ادرس، والادرس العنوان اهي شبه اللي احنا بنشتريها بالظبط. وبعد كده تاني صفحه اللي بعديها goals and dreams. طبعا هنا هتحطوا الاولويات بتاعتكم والاهداف بتاعت السنه، وكل شهر جديد او كل ما تيجي تكتبوا حاجه جديده في الشهر هتدخلوا هنا تشوفوا الله انا كنت كاتبه كده وكده، عشان ما تنسوش حاجه. ساعات الحاجه طول ما انتوا شايفينها بعينيكم، انا بصراحه دي حاجه شخصيه فيا انا، اي حاجه مش قدام عيني انا بنساها. انا لو لبس يعني محدش، احنا كبنات ما بننساش لبسنا، انا لو اللبس بتاعي مش قدام عيني بنساه، فما بالكم الاهداف، ما بالكم اي حاجه تانية لو مش قدام عيني بجد وكل شويه بفتكرها خلاص هنساها، لحد ما ابقى مثلا اشوف مثلا صوره ليا وانا لابسه ايه ده الدرس ده فين، ايه ده البلوفر ده فين كده، غير كده انا هنساها والله، اي حاجه مش قدام عيني بنساها. فهنا جولز ودريمز. اصلا شفت دكتور عمرو خالد برضو بيعمل كده يا جماعه، بجد تحفه تحفه. اصلا لما لقيته نفس تفكيري كده فرحت قوي، لقيته بيقول ان هو بيجيب نوته، ودي اصلا بتبقى طول حياته كلها، كل حياته فيها، وبيكتب فيها الاهداف بتاعت السنه، هو عايز يعمل ايه، البرامج رمضان عايز يكلمنا عن ايه في الدين كده، وبيكتب المواضيع، وعايز يحقق تارجت في كل حاجه، يعني مش في حياته المهنيه بس، حياته الشخصيه والاجتماعيه وبيته وكده واهله، عايز يروح مثلا عمره وهكذا يعني. فبيروح كاتبهم هنا وبيقول ان انا كل شويه باجي اشوف مثلا الاهداف بتاعتي طول السنه، ده انا كنت كاتب كده اول سنه عايزه اعمله، عشان احنا طبيعي هننسى يعني. وبعدها الكالندر اللي هي بتاعت السنه كلها، هنا شهر 1 2 3 لحد شهر 12، والايام بتاعته بقى هيبقى يوم كام برضو، اللي هو سبت حد 2 وهكذا. مبسوطه بيها قوي. بعد كده شهر 1 كله شهر البتاع بتاعه ال 30 يوم بتوعه، اوكي. وهنا الاولويات اللي انا عايزه اعملها في الشهر ده، يعني انا مثلا عملت 12 هدف ليا السنه دي، عايزه اركز في شهر 1 على هدف معين واحد بس اخلصه، فاروح كاتبه ان في شهر 1 عايزه اعمل كذا وكذا، حاجتين بس اركز عليهم واخلصهم في شهر، فاكتبهم هنا. وكل ما يعدي يوم من اللي فوق كده، يا اما مثلا عندي عيد ميلاد حد معين، هروح مثلا معلمه عليه، عندي مثلا مناسبه اروح معلمه عليها. انا كنت زمان طبعا هكتب بقى ان في عندي امتحانات وهعمل بالهايلايت وكده، بس خلاص الحمد لله الحمد لله تبنا الى الله اتخرجت الحمد لله، مفيش امتحانات تاني. المهم فكنت مثلا هنا ممكن اعمل ان عندي هنا ميد تيرم، انا عندي هنا فاينل، عندي هنا كويز وهكذا، عملي
طبعا ده برضو هيبقى حلو قوي معاكم كبنات لسه بتدرسوا. وهنا الاهداف، ده برضو هيبقى حلو قوي للبنات ثانويه عامه، عشان عارفه ان انا عندي ناس كتير في تانية وثالثه ثانوي. ممكن تكتبوا هنا مثلا عايزه اخلص الكيمياء او اراجع الاحياء، وهنا تكتبوا مثلا انا اليوم ده عندي امتحان انجلش مع المستر كذا، وعندي هنا مثلا امتحان عربي. طيب هقسم قبل الامتحان العربي 5 ايام اخلص المنهج، هشوف الانجليش قدامه 4 ايام مثلا اخلص فيهم المنهج. ال4 ايام دول هبقى بذاكر كله عادي ومش هراكم حاجه زي ما اتفقنا، بس هركز اكتر على الانجليش عشان مثلا ايه اخلص الاجزاء اللي داخله في الامتحان والحق اراجع عليها وادخل احل كويس في الامتحان وهكذا. طيب بعدها في كده جانيوري، احنا لسه في شهر 1، صفحه كده كلها كبيره منقطه. الصفحه دي بقى كتابه، يعني هنا انا بس بكتب حاجات بسيطه جدا. هنا سطرين بكتب الجولز، وبعلم هنا بس لو في يوم عندي حاجه مهمه. هنا بقى اكتب حاجات كبيره، ممكن اكتب اهدافي، ممكن اكتب ان بجورنال، يعني ان اكتب حاجه حصلت معايا في يوم مميز. مثلا يوم في شهر 1، لو مثلا حتى في ثالثه ثانوي اليوم ده كان عندي امتحان ولقيت نفسي مثلا جايبه درجه اكبر درجه، لا عادي مش لازم تكوني مقفله، ساعات كتير ما فيش ناس بتقفل، بس انتي كنت مثلا من اعلى 5 درجات والمستر كرمني وكنت مبسوطه جدا، حسيت ان انا لقيت التعب بتاعي وشفت نتيجته وهكذا. وطبعا جنب كل اللهم صل على النبي، جنب كل شهر كاتبه كود كده لذيذه تموتيفيتني، يعني تشجعني. كاتبه a new month new chapter and a fresh start. طبعا اي حد عايز يطبع دي، انا اصلا دي حرفيا طباعه وتكعيب وكل حاجه، ما كلفتنيش 45 جنيه، هي كلها ب45 جنيه. فلو حد عايزها عادي ابعتولي وانا هعملوا لي كومنتس وانا هنزلها لكم. وانتي بس بغيري الاسم والكود اللي هتحطيها في اول صفحه اللي انا كاتباها هنا بس، وهتبقى باسمك عادي. تاني حاجة شهر فبراير، اللي هو في شهر فبراير نفس الكلام برضو، الشهر كله هنعلم على الحاجة اللي احنا محتاجينها وبس كده. وهي هنكتب الحاجات اللي احنا عايزين نخلصها في شهر 2. بعد كده برضو اليوم اللي احنا هنكتبه، اللي هي بقى ايه، هنا نقط كتير ممكن تكتبي هنا براحتك، مش سطر ولا سطرين، طول البتاع ده ممكن تكتبي عادي. على فكرة في حركة تحفة انا بفكر اعملها، ان انا في شهر 1 مثلا هختار اكتر صورة صورتها في الشهر ده عجبتني او مؤثرة، او صورة حاجة انا حققتها، وهطبعها والزقها هنا، هلزقها في الصفحة دي. هتبقى حلوه قوي قوي قوي، كرييتيف مود. وطول السنه بقى لما اجي اخلص السنه واجي اتفرج على دي، هلاقي حاجات انا كاتباها وحققتها فهبسط اكتر، وهلاقي صور كمان للسنه كلها. فانا حاسه دي فكره تحفه. كاتبه هنا I choose progression over perfection، يعني انا اخترت ان انا اتطور واحده واحده عن ان انا ابقى بيرفكت في حاجه واحده بس. طب ما ماشي، ما ابقى بيرفكت في حاجه واحده بس واقعد جنبها. وبعدين البرفكشنزم دي مش حاجه لذيذه، لان انتي مهما عملتي ومهما وصلتي مش تبقي، هيبقى في دماغك ان انتي كده مش بيرفكت. الناس اللي دايما مهووسين بالبرفكشنزم بيشوفوا نفسهم دايما مش بيرفكت مهما عملوا. فانتي لا، يعني ليه هتتعبي نفسك؟ والمهم ان انتي تتطوري وتكملي في الحاجه. غير كده ما حدش بيبقى بيرفكت في حاجه من يوم وليله، والناس اللي عندها اصلا الفكر ده ما بيبطلوش ابدا، وبيفضلوا دايما يبحثوا عن المثاليه ومش هيلاقوها، لان الكمال لله وحده. شهر 3، وهي كده بقى باقي الشهور كلها كده، بس هو هيبقى اختلاف ان كل شهر قدامه كوت معينه. شهر مارش اللي هو مارس كاتبه قدامه I am enough exactly as I am، يعني انا شايفه نفسي كده كفايه زي ما انا بالظبط، مش محتاجه اي حاجه تتغير. شفتوا الثقه بالنفس يا جماعه؟ كل حاجه بتقوليها بتتعكس عليكي. يعني لو قلتي انا مش عايزه اقول كده حتى يعني كمثال، انا مش كفايه، انا وحشه، انا مش عارفه ايه، عقلك الواعي هيصدق ده. لو قعدتي تقولي انا شاطره، انا هوصل، انا هعمل كل اللي انا عايزاه، اقسم بالله هتعملي كل اللي انت عايزاه. الدنيا اسهل من ان احنا نقعد نقول كلام كده. لا بجد خدوها زي ما قلت لكم قبل كده، خدوها على الهادي خالص، كل حاجه هتحصل، بس اهم حاجه تكونوا بتعملوا اللي عليكم، وان لا يسأل الانسان الا ما سعى، وكل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. وبعدين شهر 4 شهر ابريل I am becoming the best version of me.
تحفه تحفه، انا مبسوطه. المهم ان هو كده كمان 5 وادي 6، كل حاجه طبعا ليها بقى. بعدين بقى عملت editing كده. جيت انا بقى شهر 10، شهر عيد ميلادي، شهر يوم ميلادي عشان الناس بتتضايق من كلمه عيد ميلادي. كاتبه your month enjoy، ده شهري كيوت يعني. وكاتبه هنا قبلها في شهر 4 you will be 24، انا هبقى عندي 24 سنه هنا اهي. لا حبها قوي. وبعدين طبعا احنا في اخر سنه بنبقى عايزين اي حاجه موتيفيشن اكتر، فكتبت في شهر 11 keep going. بعد كده بصوا كاتبين ايه في شهر 12 لما وصلوا ان شاء الله. كاتبه good job I am so proud of you توتو. كوتي انا طول عمري فخوره بنفسي، الحمد لله الحمد لله. وبعدين هنا كده 2026 جود باي. فاهي انا حباها جدا. ولقيت اصلا وهنا ده اخر حاجه، لقيت الديزاين موجود على كانفا جاهز. انا عملت فيه ايديتنج اللي انا محتاجاه، وشلت الحاجات اللي ما كنتش محتاجاها، وضفت كل كود كاني روحي فيها، فاهمين يعني. انا ضايفه كل كود على انا اللي مختاراه، دخلت دورت عليه وجبته، وكاتبه اسمي وكاتبه الايه اللي انا محتاجاها تبقى شعار السنه كلها. وصدقوني مادام انا الحمد لله كاتبه الايه دي كوت السنه ومأمنه بيها، فانا متاكده ان السنه دي هتبقى من احسن سنين حياتي ان شاء الله ان شاء الله. وبس ده كان الفيديو لي النهارده، كنت عايزه اشارككم حاجه زي كده. عايزه اقول لكم كمان ان انا بقى عملت بصوا هو مش من اول سنه فاتت، شهر 3 او شهر 4 اللي هو اللي فات ده. احنا في شهر، احنا النهارده 31 ديسمبر، هنزل لكم الفيديو ده قريب قوي، مش متاخر يعني، ممكن انزله واحد بكره يعني. المهم الشهر كام شهر اللي فاتوا، في شهر 3 بالتحديد او 4 عملت فيجن بورد، ودي كانت اول مره اعمل فيجن بورد بحياتي. عايزه اقول لكم ده كان احلى حاجه عملتها. انا اصلا ان شاء الله مجهزه ورق عشان ابقى اطبعه، هعمل فيجن بورد جديده، بس انا مش عايزه استعجل علشان اعملها بكل رواق، لان انا ما كنتش فاضيه الايام اللي فاتت. بس عايزه اقول لكم ان انا كنت عملت في شهر 3 او 4 في الفيجن بورد بتاعتي يوتيوب. والله العظيم عملت يوتيوب، وانا معرفش ليه، انا اصلا بحب الناس اللي على اليوتيوب قوي، فانا بحب اليوتيوب وبسمع كتير قوي حاجات على اليوتيوب، بودكاست وبرامج، بسمع حاجات كتير قوي على اليوتيوب. فحطيت يوتيوب من حبي فيه، فاهمين. لقيت نفسي بدأت في شهر 11 يوتيوب، بقيت بانفلونس ناس كتير، وبأثر في ناس كتير. وتخيلوا الحمد لله ما عداش كده بتاع 7 شهور يعني، مش كتير. ولقيت نفسي في شهر 4 أو 5 اشتريت مايك. انا لقيت نفسي بعمل اوردر لمايك، ببحث عنه وطلبته، وقلت عادي اخليه عندي وخلاص، وحياة ربنا ببص لقيت نفسي بعدها بكام شهر بدأت على اليوتيوب. انا ما بستخدمش المايك حاليا، بس لما بحتاجه بستخدمه، بس معظم الوقت ما بحتاجهوش، بعد في البيت عادي مفيش دوشه. اللي هو يا جماعه والله العظيم حاجات بتتحقق. كنت حاطه حاجات كتير، اكتشفت فعلا سبحان الله، انتي طول ما الحاجه قدامك وطول ما انتي حطاها كده هتفتكري كل حاجه. على فكره برضو تيبس لبتوع ثالثه ثانوي، كان واحد من ولاد عماتي قال ان هو من كتر المواد، هو كان علم رياضه، قال من كتر المواد كان كاتب المواد علشان ما ينساش حاجه. فانا كنت باخد بجد بلقط كده تبس من كل حد. فانا في ثالثه ثانوي كنت برضو كتبت المواد كده تحت بعضها قدامي، وعلقتها في ستيكي نوتس قدام المكتب، علشان برضو افضل فاكره المواد، ما اجيش مثلا اذاكر عربي وانجليزي وفيزياء واكتشف ان انا راكنه الكيمياء بقالي 3 ايام، فاهمين قصدي. فانتوا برضو حطوا المواد بس اساميها تحت بعض، عشان بحيث ان انتوا كل شويه تبصوا ده انا بقالي كام يوم ما رجعتش كذا، محتاجه ابص عليها وهكذا. وبس ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، مبسوطه قوي بيها، ولسه جايباها اصلا من كام ساعه، قلت اصور لكم الفيديو. وربنا معاكم ويعينكم ان شاء الله. باي.